ماتش الصدارة الساعة 9:30 ما بين الزمالك وبيراميدز. طبعا بعد ما الأهلي امبارح اتعادل مع زد، قدم هدية على طبق من ذهب للزمالك أو لبيراميدز. الفريق اللي هيكسب النهاردة عامة، الفريق اللي هيكسب النهاردة هيركب الدوري وهيسبق بثلاث نقط. سيراميكا، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، أربع فرق كل فريق عنده 37 نقطة. النهاردة اللي هيكسب هيسبق، اللي هيكسب عنده 40 نقطة ويتصدر الدوري. ماتش تحديد الموسم النهارده. الزمالك بأقل الإمكانيات في أصعب الظروف في سنين فاتوا كنا بنكسب بيراميدز. احنا كسبنا بيراميدز 14 ماتش، بيراميدز كسبنا 4 ماتشات بس. شايف الفرق؟ في 10 مباريات الفرق لينا. بيراميدز قابلناه في ظروف أصعب من كده وظروف أمر من كده وقدرنا نكسبه بكل سهولة ب 3-0 و 2-0، إن احنا نتغلب عليه. فالفكرة كلها مش في السكواد اللي موجود، الفكرة كلها في الروح وفي الأداء. طول ما في روح وطول ما في أداء هنقدر نكسب. طول ما في روح وفي أداء هنقدر نعمل مجهود. فكرة مش فكرة سكواد، احنا ممكن نكسب بيراميدز ونخسر من مركز شباب بعدها عادي جدا. روح اللعيبة هي دي اللي هتدي الدفعة ان احنا نكسب. كنا في ظروف اوحش من كده وكنا بنقدر ان احنا نكسب ونتغلب على بيراميدز. فالفرصة فرصتنا. عايزين 11 راجل في الملعب، 11 راجل نازل على المكسب، 11 راجل نازل على الثلاث نقط، 11 راجل نازل مصمم ان هو يكمل في الصدارة، وان شاء الله نكسب بيراميدز.